تخيلوا نفسكم في علاقة انتوا اللي دايما بتلعبوا دور المنقذ فيها. حصل مشكلة لازم تصلحوها. الاعتماد الكلي عليك انت ان العلاقة دي تبقى علاقة سعيدة وناجحة، لكن في النهاية انتوا بتلاقوا نفسكم مرهقين ومستنزفين وحاسين بوحدة ومش لاقيين حد يقف معاكم. اهو ده بقى بالظبط شعور اي حد بيلعب دور المنقذ او البطل في حياة حد. لو بتسمعوا البودكاست لأول مرة، انا ياسمين وده ياسمين's كورنر. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلوا كل الحلقات الجديدة. البودكاست اللي فات اتكلمنا عن دور المنقذ بالتفصيل، والنهاردة ان شاء الله نتكلم عن 7 أسباب بتخلينا نلعب دور المنقذ. أول سبب هنتكلم عنه هو التربية وتأثيرها علينا من فترة الطفولة المبكرة لحد ما نكبر. للأسف في أهالي بتتصرف بشكل غير واعي، ان من غير ما ياخدوا بالهم، يعني بيبقى الأم مثلا مقربة من بنتها قوي، صاحباها، الأب نفس الكلام مع ابنه، فبيفضفضوا لهم في كل حاجة، ضغوطات مادية نفسية، اي مشاكل بيحكوها بشكل تفصيلي، فبيخلوا الطفل او الطفلة يحس ان هو انا لازم اساعده، انا زعلان قوي ان هو في الحالة دي او متضايق، فبيحس بالمسؤولية مش بتاعته خالص، ان انا لازم اساعد بابا او اساعد ماما، عايزة اتصرف وانقذها من اللي هي فيه ده. فمن هنا بيبدأوا يزرعوا جواهم شخصية المنقذ او دور المنقذ. في كمان نقطة تانية خطيرة قوي، هما بيزرعوا جوه الطفل الحب المشروط. اعمل كذا علشان احبك، او لو عملت كذا هحبك. فهو الطفل بيتعلم ان انا لو عملت الحاجة الفلانية دي انا كده هبقى مقبول او هتحب، فبيتعلم من هنا الحب المشروط. ده اللي بيعمل هشاشة في الشخصية، ومن هنا بقى بيكبر الطفل وهو متبرمج على ان هو مسؤول عن مشاعر الاخرين ومشاكلهم، وينسى نفسه خالص. وبالتالي بقى بتكون النتيجة ان الطفل ده لما بيكبر في حياته بعد كده بيبقى شايل جواه فكرة ان انا قيمتي مرتبطة بقد ايه انا قادر ادي او ابقى معطاء من غير مقابل، او اقدر انقذ غيري، ومن هنا هستمد القيمة بتاعتي. السبب التاني، البحث عن الحب والقبول. في ناس كتير اتعلمت ان الحب ده مش ببلاش، لازم اثبت نفسي واقدم كل حاجة عشان استحق الحب ده. عقلهم اللاواعي متبرمج ان انا لو ساعدتك وانقذتك هتحبني ومش هتسيبني، لكن النتيجة اللي هيوصلوا لها في الاخر انهم هيعيشوا طول حياتهم بيحاولوا يرضوا الناس وبس. السبب الثالث، الخوف من الرفض او الهجر. اوقات الشخص اللي بيعيش دور المنقذ ده بيبقى من جواه في اعماقه كده حاسس بخوف كبير قوي ان هو يبقى وحيد او ان حد يسيبه، فبالتالي بيلعب دور المنقذ عشان يوصل رسالة غير مباشرة ان انا مهم ليك، انا من غيري مش هتعرف تعيش. الشخص ده بنلاقيه في العلاقات ان هو رابط وجوده في اي علاقة ان هو دور المنقذ بس، وان هو لو بطل يعمل كده هو هيفقد الشخص اللي بيحبه ده. السبب الرابع، الهروب. اوقات مساعدة الناس بتبقى اسهل كتير قوي من ان احنا نواجه مشاكلنا الشخصية، فبتلجأ شخصية المنقذ للنقطة دي، الهروب. بيبقى زي المتخدر نفسيا مؤقتا، بقى فاكر ان انا بهرب من مشاكل الشخصية بان انا بحل مشاكل الناس وانقذهم، اديهم نصايح، اشغل نفسي واسحل دماغي في مشاكل الناس وبس. فده بيعزز ان انا تمام معنديش مشاكل، وبعد ما فوق بلاقي نفسي ان انا دخلت نفسي في دوامة تانية من المشاكل. السبب الخامس، الاحساس بالقوة والسيطرة. الشخص المنقذ بيحس ان هو اعلى واقوى من اللي قدامه لان هو اللي بيحلله مشاكله. بيبقى عقله اللاواعي بيقوله ان الانقاذ بيدينا قيمة وبيرفع تقديرنا لذاتنا. شخص مسكين ومضحوك عليه للأسف لان هو بيلاقي نفسه متعلق بدور السيطرة، لدرجة ان هو بيعيش في قلق وتوتر لو لقى نفسه مش مطلوب منه ان هو ينقذ حد. ما عندوش سلام نفسي، دايما عايش في ارهاق نفسي وذهني. السبب السادس، تأثير علاقات غير صحية. الشخص المنقذ بيكون دخل في علاقات سامة أو علاقات كانت نشأت في بيئة كلها دراما، مشاكل واضطرابات، فهو تعود ان العلاقات دايما فيها طرف هو اللي محتاج الإنقاذ، فيها طرف هو اللي دايما يبادر، هو اللي بيدي كل حاجة من غير ما ياخد. الشخص المنقذ بقى بيجذب ليه أشخاص عندهم دايما اعتماد عاطفي أو ضعف شخصية، أو ممكن العكس شخصيات نرجسية. يعني من الآخر كده هو دايما معايش نفسه في دوامة من العلاقات المرهقة وبيكرر نفس النمط كل شوية. السبب السابع، الشعور بالذنب. بعض الحالات اللي بتلعب دور المنقذ بيبقى عندهم إحساس بالذنب، ان انا لو ما ساعدتش حد او ما بقتش دور المنقذ في حياة حد فانا شخص اناني، يعني هبقى ابن مجبار لو ما متدخلتش في مشاكل اهلي احلها،
هبقى صاحب مش جدع، هبقى انسان مش كويس لو انا محلتش مشاكل صاحبي. فدايما معيش نفسه في الدوامة دي، احساس بالذنب زيادة عن اللزوم، وده اللي دايما بيدفعه ان هو يتحرك عشان يحل مشاكل الناس على طول من غير تفكير، حتى لو على حساب صحته النفسية. هو دايما عايش في اجهاد عاطفي طول الوقت. قولولي بقى، انتوا شايفين نفسكم اكتر فين؟ بتنقذوا غيركم عشان تحسوا بقيمتكم، ولا خوف من الوحدة؟ في النهاية حابة أقولكم إن لعب دور المنقذ ده مش بطولة زي ما احنا بنكون فاكرين، لا هو فخ بيتعبنا وبيخلينا نعيش حياتنا دايما لغيرنا وبننسى نفسنا. المساعدة حلوة لكن بعقل. الأجمل بقى إن احنا نساعد بوعي، نتعامل باتزان حتى في علاقتنا كلها بشكل عام. مهم قوي إن احنا نحافظ على حدودنا الشخصية مع القريب قبل البعيد، ونتعلم إن احنا ما نحملش روحنا فوق طاقتها. الحقيقة إنك مش مطالب أصلا إنك تنقذ كل الناس، لكنك مطالب إنك تبدأ تنقذ نفسك الأول.